شايفين بقى الجمال ده؟ تعالوا بقى نعمل كيكة رطبة وجميلة جدا تنفع في الجو النار ده. يلا بينا على الطريقة. انا معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني تكوني مخرجاهم من التلاجة قبلها بشوية، مش عايزين البيض يبقى ساقع. وهنزل عليهم بسكر، يعني كوباية الا ربع كده من السكر، طبعا السكر ده حسب الرغبة يعني زي ما تحبي. ونزلت بقى بالفانيليا بتاعتي، حطيت 3 باكت فانيليا، لو عندك فانيليا سايلة ممكن تحطي نص معلقة من الفانيليا السايلة. هضربهم بقى كويس جدا لحد ما الخليط يفتح معايا. كده بقى بعد ما ضربت البيض والسكر كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين، هنزل بكوبايه الا ربع من اللبن، هديها ضربه كده، وبعدين انزل بكوبايه الا ربع من الزيت برضو. طبعا الكوبايه اللي بنعاير بيها اللبن هي اللي بنعاير بيها الزيت والدقيق برضو، عشان الكيكه تطلع معاكي ناجحه. كوبايه واحده بتعايري بيها كل المكونات اللي عندك. خلاص اديتهم ضربه كويسه، معايا كوبايه ونص من الدقيق ونخليهم كويس جدا. وهنزل عليهم بباكت كيك شيف، او لو عندك بيكنج باودر مش مشكله، بس الكيك شيف بحسه في الكيكات بيبقى احلى، بيطلع الكيكه كده هشه وبتبقى حلوه جدا. بقلمهم بس بالمضرب كده قبل ما اشغله الاول، عشان طبعا الدقيق ما يطيرش في وشي. اديلهم بقى ضربه كويسه كده لحد ما الدقيق يختلط بالمكونات السائله كلها مع بعض. وبكده ما شاء الله خلاص الخليط بتاع الكيكه بتاعي بقى جاهز. جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها زيت، وطبعا الزم الفرن تكوني مشغلاه قبل ما تبداي في الكيكه بتاعتك عشان يكون ساخن. الكيكه بالذات الزم تخش على الفرن يكون ساخن، ما ينفعش يبقى بارد هتبوظ منك. خلاص كده الكيكه بتاعتي جاهزه، ادخلها الفرن وارجع لكم. وبكده ما شاء الله الكيكه بتاعتي خرجت مستويه كويس جدا، وعايزه اقولك هشه جدا. هعمل معاكم بقى طبقه الجيلي. بجد الخطوه دي بتخلي الكيكه في حته تانية خالص، بتخلي الكيكه كده بتدوب في بقك. الجيلي ده اللي انا هعمله هسقي بيه الكيكه، مش ده اللي هيبقى على الوش، ده اللي هسقي بيه الكيكه. هي مش اجباري، اختياري، ممكن تستغني عنها خالص. تمام. بعد ما حطيت بقى الباكت بتاع الجيلي، هضيف عليه كوبايه من الميه السخنه وكوبايه من الميه الساقعه المتلجه، واقلبهم كويس جدا مع بعض. كده خلاص الجيلي بقى جاهز معايا، انا دوبته كويس جدا. والكيكه بتاعتي بردت، ما ينفعش اسقي الكيكه وهي سخنه، هتبوظ مني. تمام. بجد الخطوه دي بتخلي الكيكه في حته تانية، بتخليها روعه، وبجد منعشه يعني في الجو اللي احنا فيه ده. كده خلاص انا ضفت الكريمه، طبعا الكريمه انا عملتها معاكم اكتر من مره. هوزعها بقى كويس جدا واسيبها كده في التلاجة شويه. بس انا بصراحه يعني ما سبتهاش في التلاجة كتير قوي، انا استعجلت عليها شويه. المفروض تسيبي الكريمه كده في التلاجة ساعه عشان تتماسك، بس عشان لما تيجي تحطي طبقه الجيلي الكريمه ما تطلعش ايه على الوش. تمام. بس وانت بتنزلي بالجيلي انزلي عليه بالراحه خالص عشان الكريمه ما تطلعش معاكي. تمام. وهتسيبها انا عموما سبتها في التلاجة بقى من بالليل للصبح. تمام. انتي ممكن تسيبها في الفريزر ساعتين اتنين هتبقى كويسه جدا، بس انا سبتها في التلاجة من بالليل للصبح. كده بعد ما خرجتها بقى ما شاء الله، عايزه اقولك بجد طبقه الجيلي ماسكه عليها، والكيكه بجد طلعت خطيره. هتعجبكم باذن الله لو جربتوها. شايفين بقى ما شاء الله، عايزه اقولك والله الكيكه احلى من الجاتو، يعني طالعه اسفنجيه وحلوه جدا وبتبوش في البق. والجيلي لما احنا سقينا بيه الكيكه بجد خلى الكيكه جميله جدا. شايفين بقى، اللهم بارك. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، يا ريت لو مش مشتركه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. واقول لكم بعد انتم مسلمين واسيبكم في رعايه الله وحفظه.